احتجاجات ومظاهرات. غضب كبير من المواطنين. المغرب حاليا كيشهد واحد الحالة كارثية في المجال الصحي، والمواطنين كيتشكاو. المغرب بلد اللي متناقض بشكل كبير. فمن واحد الجهة كنشوفو تيرينات كيتبناو في مدة قصيرة وبجودة عالية، وكنشوفو مستشفيات كارثية وحتى حاجة ما خدامة. المغرب حاليا كيعيش مظاهرات من المدن بزاف، ولا كيطلبوا فيها المواطنين بالحقوق ديالهم، بحال الصحة والطريق والماء، واللي هما حقوق بسيطة للعيش، ماشي بأشياء ترفيهية. ورغم ذلك تعرضوا للقمع. فإلا شفنا مستشفى الحسن الثاني بأكادير وغيرها من المستشفيات، فالناس تما كتعاني، والعيالات تيمشيو ولدو كيصدقوا ميتين. وزيد عليها السيدة اللي مشات دير سكانير وعطاوهم موعد حتى 2027 تيديموا الأمانة أمانتو. والناس خرجت في مظاهرات باش طالب حقوقهم، والنتيجة خروج وزير الصحة أمين التهراوي في زيارة للمستشفى وقرر إعفاء بعض المسؤولين. وهذا الإعفاء مشكل كبير بحد ذاته، حيت شحال من مرة شي مسؤول كيحصل فشي مشكل كيديروا ليه إعفاء، ما كاين لا محاسبة لا والو. وواحد الكارثة وقعت في مستشفى عائشة بأسفي، فجاو القطريين اللي ممولين المستشفى بأموال طائلة في زيارة مفاجئة، وتصدموا بالحالة الكارثية اللي لقاو فيها السبيطار. لا أطباء لا تجهيزات لا أدوات، بالرغم من المال الضخم اللي حطوه دوك القطريين. وبلا ما نساو ان هذا المستشفى باقي جديد. اما بالنسبه لشي مناطق، فالناس ما لقاوش حتى الماء اللي يشربوا، وفاش كيديروا مظاهرات كيتعرضوا للقمع، بحال اللي وقع في دوار بوكماس. وفي الاخر كيخرج خنوش يقول لنا ان جميع المناطق مستفده من التنميه. وبلا ما ندوي في مجال التعليم، حيت حتى هو كارثي، بحال داك المقرر اللي حطوه صحاب الاعدادي، واللي هو في الاصل خصو يتحط لصحاب الابتدائي. والهدف من هادشي هو تكليخ ابناء الشعب، ولا التلاميذ اللي كل نهار خاصهم يقطعوا مسافه ويقطعوا الواد باش يوصلوا للمدرسه. وبلا ما نساو حتى الناس ديال الحوز اللي باقي لحد الان بعض العائلات ما استفدوش من الدعم، وكينعسوا في الخيام في ظروف صعبه، خصوصا في الفصل المقبل اللي هو فصل الشتاء. من هادشي كامل المواطن المغربي ما كيستافد والو من هاد البلاد، بالرغم من الثروات وبالرغم من البحوره وبالرغم من كلشي. بلاص ما يعطي الوطن هو اللي كيعطي الوطن. فإلا شفنا في واحد كاري وكيخلص الضرائب ديالو، وإلا بغى يتداوى خصو يخلص، وإلا بغى يعلم ولادو خصو يخلص، ويزيد عليها بنية تحتية ضعيفة، فراه نورمال يمشي بنادم يهاجر لبلدان أوروبية. بالإضافة الشعب المغربي أو المواطن المغربي عنده تفكير خايب. فحنا كل مرة كيطلع شي شخص للرئاسة وكيبغي يحط في قرارات اللي ماشي في صالحنا، كنسكتو وكنصبرو وكنبقاو نتسناو فوقاش تسالي خيك 5 سنين اللي غيشدنا فيها باش يتحيد ويطلع واحد اخر. ولا كان حتى هو ما زوينش غنبقاو نتسناو 5 سنين اخرى، وهذا الشيء ما خصوش يكون. فدوك الناس اللي في الحكومه حنا اللي كنطلعوهم بالصوت ديالنا، وحنا نقدروا نهبطوهم. علاش نتسناو مده طويله باش يوصلوا الانتخابات؟ ولكن الحمد لله الناس بدات توعى بأهمية الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق ديالهم، والمغرب مقبل على احتجاجات ومظاهرات سلمية يوم 27 و 28 من هذا الشهر، من أجل التعبير عن المهزلة والتكرفس اللي ولينا كنعيشو في ظل هذه الحكومة الفاشلة.